اهلا يا حبايبي، هنعمل النهاردة محشي ورق العنب. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبالجمال والحلاوة اللي حضراتكم شايفينه ده، وهتعملوه ان شاء الله في رمضان، لان اكيد سفرة رمضان مش هتخلى من طاجن ورق العنب. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا حلة حطيت فيها معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، وبعدين ضفت عليهم بصلتين كبار متقطعين قطع صغيرة، وهبتدي اقلب كده لحد ما البصل معايا يبقى لونه اصفر. يعني البصل معايا هيبتدي يبقى بنفس الشكل ده، مش هنحمره اكتر من كده علشان التسبيكة بتاعة المحشي تطلع جميلة ومسكرة معاكي، ما تخليش البصل يحمر، يعني يدوب يصفر. عندي بقى هنا حوالي شفشق من الطماطم، انا فرمتها فرم ناعم وهفضيها من غير ما اصفيها. برضو الطماطم بتاعة المحشي مش بنصفيها، بنفضيها كده، بنفرمها كويس وبنفضيها من غير تصفية. هقلبه واخليه على نار عالية، وبعدين هوطي عليها جدا لحد ما تتسبك خالص وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا ما ضفتش اي حاجة على البصل والطماطم غير واحدة قرن فلفل حامي قطعتها قطع صغيرة وسيبته تسبك مع التسبيكة بتاعتنا. هنبتدي بقى دلوقتي نحط لها التوابل بتاعتها، اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، يعني نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وحوالي نص معلقة من الشطة. وبعدين بقى هنضيف كمية الملح، احنا ما ضفناش ملح خالص في التسبيكة، فعلشان كده هنضيف كمية ملح كبيرة عشان المحشي معانا يطلع مظبوط وطعمه كويس. هقلب كويس جدا. انا عندي بقى كمية الخضرة اللي انا هحطها للمحشي كزبرة وشبت وبقدونس، انا جهزتهم وقطعتهم وجهزت وغسلت الرز وجهزته. هنحط بقى الرز والخضرة وارجع لكم تاني عشان نحشي طاجن ورق العنب بتاعنا. عندي بقى هنا لحمة مسلوقة، حطيت كام قطعة كده في القاع بتاع الطاجن، وقطعت بصل وطماطم، وجبت بقى ورقة من ورق العنب، لازم نحشيه على الناحية اللي هي الخشنة دي، ونحشيه كده بكل سهولة. هنطبقه كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي ألفه كده، هيطلع معانا حلو جدا جدا، وهيطلع شكله كويس ومش هيفك معانا وهيبقى جميل جدا. هنعمل بقى بنفس الطريقة كلها كده، وممكن اللي ما بيعرفش يحشيه كده ممكن تحشيه على الرخامة بتاعة المطبخ، بيطلع معاكي جميل جدا، وبيطلع برضو شكله جميل وشكل الصباع كده حلو جدا. هنحشي واحدة تاني برضو، وبعد كده هكمل بقى انا باقي الطاجن علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هكمل باقي الطاجن حشو، وبعد كده ارجع لكم تاني ونشوف بقى ندخله مع بعض الفرن. هكمل باقي الحشو وارجع لكم تاني. بس اثناء بقى ما انا بعمل وانا بحشي كده اروح بقى اشغل الفرن بتاعتي علشان ادخل فيها طاجن ورق العنب وهي سخنة، علشان ما ياخدش معايا تسوية كتير ويستوي بسرعة. بصوا بقى، معلش سامحوني، المقطع بتاعه وانا بدخلها الفرن المقطع اتمسح، فانا بعد ما حطيت الشوربة وقطعت عليها ليمونة زي ما حضراتكم شايفين، غطيته كويس. الشوربة بقى قد ايه؟ الشوربة لازم تبقى مغطية ورق العنب، يعني تفضل كده تشوفي الشوربة كده، تبقى النتيجة دي كويسة. تشوفي الشوربة كده وتروحي حاطة ليمون حسب ما حضراتكم عايزين وتغطيه كويس جدا. وبعد كده بتدخليه، بياخد وقت قد ايه؟ بياخد ساعة على الرف اللي في النص، يعني بنشغل تحت بس وبنحطه في الرف اللي في النص، بياخد معانا ساعة بس. علشان تاخدي ورق عنب بالجمال والحلاوة والطعم ده لازم تغطيه كويس، يعني لازم تقمريه بحيث ان البخار ما يطلعش منه والرز يستوي والطاجن يطلع معاكي جميل ومستوي جدا. خد معانا ساعة بالظبط وطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه. واللحمة اللي انا حطيتها كنت حطاها نص تسوية، فاستوت معانا برضو، كملت التسوية بتاعتها مع الطاجن وطلعت جميلة جدا جدا. طاجن شكله شيك وحلو جدا ويشرفك في عزومات رمضان. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف هنا وشفا للي هيجربوا، وإن شاء الله طاجن ورق العنب يعجبكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.